نظرة سريعة بس على شيء مختلف، شيء تقني بالسيارة تسلا موديل 3. توها وصلتني، أنا جايبها بس أسوي عليها مراجعات وحاول أجرب المميزات اللي موجودة فيها. طبعا أكثر ميزة أنا متحمس أجربها اللي هو القيادة الذاتية اللي موجودة في السيارة. طبعا اللي ما يعرف وش سيارات تسلا، خلينا أوضح لكم إياها بشكل بسيط. سيارات تسلا هي سيارات كهربائية بشكل كامل. سيارة كهربائية بشكل كامل، ما فيها يعني ما تعبيها بنزين ولا شيء، تشحنها من الكهرب. فإلى الآن ما ركبت الشاحن حقها ولا شيء، بس يجي معها شاحن كهرباء تركبه عندك في الجدار وبعدين تيجي تركبها وتستخدمها، فما تعبيها بنزين ولا شيء، لا أبد، استخدام عادي لها. طبعا الباب إذا بغيت يفتح من هنا. الشيء اللي أنا استغربت منه إن السيارة ما لها مفتاح، المفتاح وجوالك، تشبك جوالك على السيارة وخلاص انتهينا. طبعا هذه هي السيارة من داخل، بس دركسون، الشاشة هي كل شيء، فيها كل التفاصيل حقت السيارة، الخريطة وغيرها من الشغلات. وعندك هنا السيارة من وراء. طبعا إلى الآن أنا لازلت في مرحلة تجربة السيارة. طبعا هنا عندك شنطة مساحة تخزين عادية، وهناك أيضا في مساحة تخزين بسيطة جدا، لأن ما فيها ماكينة وراديتر وشغلات هذه، لا، مجرد بطارية ومحرك. طبعا ودي أوريكم كيف تتحكم بالسيارة من تطبيق وغيرها، لكن خلوها يوم ثاني. الشيء اللطيف ان السيارة طلعت لي تنبيه انها تبي ابديت، فهذاني الان بشبكها بالواي فاي واسوي لها ابديت. يعني يطلب الان الرقم السري للواي فاي، دخلنا الرقم السري الان، يشبك وراح يبدا ابديت على طول. بيبي لي اجربها بشكل اكبر على استخدام السيارة بشكل كامل. طبعا متحمس وليدي عبد الله للسيارة اكثر لانه فيها العاب وفيها شغلات كثيرة، فأبد هي شبكة على الواي فاي وراح تحمل الابديت. هذا هو الابديت، كذا يحمل، يبي لها شوية وقت لكن اموره طيبة. السيارة تقنية بالكامل، فمثلا حتى الصوت انت تحط حسابك في اي خدمة انت مشترك فيها وعلى طول تبدأ هي تستخدمها، ففيها شيء رهيب. طبعا من الشغلات اللي انا حبيتها فيها موضوع الكاميرا، انه انت تقدر تحط تركب ذاكرة في السيارة أو شيء. إلى الآن ما جربت هذا الموضوع، وتبدأ السيارة تتعرف. طبعا فيها متصفح فأنت تقدر تدخل فيها شوية ألعاب، فأنت تقدر تحمل ألعاب وتلعب فيها من خلال نفس الشاشة. فلما جالس تنتظر أهلك وغيرها تحمل لك أي لعبة وتبدأ تلعب وتتونس لما يطلعون. طبعا ما حكي لكم عن صح وناسة؟ إيه ما شاء الله بدينا. هذا عبد الله بدأ يلعب. طبعا لعبة تحكم فيها من الدركسون من هنا، والبريكات تحت من الدواسات، والأمور طيبة. أيوة لف شوي بابا، أيوة. واضح أن اليوم راح يكون كل يوم بالسيارة، الله يحفظه. طبعا السيارة ما فيها يد أو مقبض لفتح الباب، تضغط وتفتح السيارة. يلا بابا نزلنا.